أخد بعض الأمير وطلع على الطريق، وبعد شوية قرروا يقعدوا عشان ياكلوا لهم لقمة. نزل هو والحراس فرشوا الأكل، حطوا للأمير أكل قدامه وابتدوا ياكلوا. والأمير بياكل بس لقى إن الخاتم بتاعه جوه القرصة اللي هو بياكلها. فهم إن السنيورة اللي بيحبها مش في الشام ولا حاجة، فراح قال لهم يلا هنرجع. ليه وعشان إيه؟ قال لهم من غير كلام هنرجع. أول ما رجع طلب من الخدم إن يحضروا له صينية أكل، وجليدة هي اللي تجيبها. جليدة قالت لي أنا ما أعرفش، أنا ما بروحش. قالوا لها ده أوامر الأمير. حضروا لها صينية الأكل، راحت بيها جليدة لغاية عند الأمير وحطتها. لما شافها الأمير مسك الخنجر بتاعه وجاء ناحيتها، وراح قاطع الثوب الجلد، وظهرت من تحتيه السنيورة الجميلة اللي هو حبها. قال لها ايه يا بنتي بتعملي في نفسك كده ليه؟ ليه لابسه اللبس الغريب ده؟ حكت له على ابوها وعلى المشطه الشريره اللي كانت عايزه توقعها في الغلط. الامير بعت جاب ابوها والمشطه وحكى لهم على كل حاجه، وعاقب المشطه، واتجوز الامير جليده، وعاشوا في سداد ونبات، وخلفوا صبيان وبنات. سمعت انا الحدوته دي فين قبل كده؟ سمعتها فين؟ قولوا لي في التعليقات. وتوته توته خلصت الحدوته. يا رب تبقى حلوه ومش ملتوته. واذا عجبتكم الحدوته دوسوا دوسه صغنطوطه في كل الزراير المحطوطه على هذه الشاشه المفتوحه على قلوبكم الطيوبه. اشوفكم المره الجايه. سلام.